على منظومات إقليمية ناجعة سواء في أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو العالم العربي الخليجي العربي بالتحديد. وعلينا كمؤسسات تشريعية بالخصوص أن نوحد مرافعات في سياق نظام دولي غير عادل، وأن نلح على حقنا بالاستفادة من التكنولوجيا والمهارات التي ينبغي تيسير المغرب من أجل تحقيق هذه الأهداف خلال الكفاح من أجل الاستقلال الذي اشتركنا فيه جميعا، وخلال مرحلة بناء الدولة الوطنية. واليوم في السياقات العودة الطموحة المبدعة الذي اقترحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤخرا، والمتمثل في مبادرة تعزيز وفود بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وتنمية الساحل الأطلسي الأفريقي. وما من شك في أن مجموعتنا الجيوسياسية الثلاث